طب فليتفضل المستشار صلاح عبد العزيز للجواب على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر الأستاذ يوسف الغزالي على السؤال الأول في شقه الأول، ده اللي يخصنا. بالنسبة لإيه الفرق إن هيئة قضايا الدولة أو رئاسة الجمهورية طلبت الطعن أو لم تطلب الطعن؟ لا، دي فيها خلاف كبير، أو فيها إشكالية بالنسبة للهيئة. الإشكالية تتمثل في إيه؟ أنا عندي أكتر من كذا مليون طعن هيئة قضايا الدولة بتقيمها أمام محكمة القضاء الإداري وأمام محاكم مجلس الدولة. هيئة قضايا الدولة ليست وكيل عن رئاسة الجمهورية أو وزارة العدل أو الجهات الإدارية. هيئة قضايا الدولة بتنوب نيابة قانونية، لا يطلب منها الطعن ولا يطلب منها عدم الطعن، والجهة الإدارية إذا طلبت الطعن أو عدم الطعن دي مسألة تقدرها هيئة قضايا الدولة برجالها ومستشاروها. يعني أنا النهاردة لما بطعن، أنا ما بطعنش بناء على طلب الجهة الإدارية. إذا رأيت أن هناك عوار في الحكم أو أن هناك خطأ في الحكم، فهيئة قضايا الدولة دورها الأساسي أن تصحح هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية، بتطلع إلى المحكمة الأعلى لكي يعرض عليها. بالنسبة لهذا الحكم بالذات في إشكالية بسيطة خالص. النهاردة هناك مبادئ مستقرة من المحكمة الإدارية العليا أن دعوة رئيس الجمهورية الناخبين للانتخاب ده من أعمال السيادة. هذه مبادئ مستقرة. كون أن هناك محكمة القضاء الإداري قضت على خلاف ذلك، لابد أن نصعد إلى المحكمة العليا ونقول لها هل هذا من أعمال السيادة ولا مش من أعمال السيادة؟ إذا أردت أن ترسي مبدأ جديد فقول لنا المبدأ الجديد. دي مسألة كان من سلطات وإطلاقات هيئة قضاء الدولة تقديرها. إنما النهارده الخلاف في إيه؟ الخلاف إن هو جاي يقول لي النهارده أنت مش من حقك إن أنت تطعن إلا ما ترجع إلى مفيش حاجة اسمها أصيل ووكيل. أنا نائب، ده أنا الأصيل. هيئة قضاء الدولة هي الأصيل وليست وكيل وليست نائب، هي الأصيل. هو لما يجي النهارده يقول لي اطعن أو ما تطعنش، أقول له آسف، أنا بطعن لمصلحة القانون وبطعن من أجل إرساء مبدأ القانون ومن أجل الصالح العام. ماليش علاقة بقى، أنا النهارده مش هشتغل سياسة أطعن أو ما أطعنش من أجل السياسة. وهناك برضه خطأ سبق من مستشار رئيس الجمهورية لما يطلع الفضائيات يقول لي إيه؟ إحنا انتهينا لعدم الطعن. مش هو اللي يقول عدم الطعن أو الطعن، اللي يقول الطعن أو عدم الطعن هيئة قضايا الدولة، هي صاحبة الاختصاص. وأنا مصلحة مع أي جهة إن هي تطعن لمصلحتها أو ما تطعنش. الطعن بينبع من ذات الهيئة وضميرها القانوني بس.